تعرف إيه هي أداة الconsolidate الموجودة في برنامج الإكسل؟ طب بتعرف تستخدمها؟ لو ما تعرفش ده ولا ده، شوف الدرس ده هيفرق معاك أوي. دلوقتي لو أنا عندي جداول مبيعات المنتجات بتاعتي لآخر 5 شهور اشتغلنا فيهم، وبدأ دلوقتي الطلب مني اللي أنا عندي جدول كبير محتاج اللي أنا أضيف البيانات دي كلها جواه، وأكيد مش هاقعد أعملها manual وأقعد أدوّر على منتج أو أعمل معادلات معقدة، أنا عايز حاجة سهلة وأخلّص بيها بسرعة. أول حاجة هاجي أقف هنا عند sell item دي اللي هو رأس الجدول بتاعي، بعد كده من tab data وهاروح عند consolidate. هاجي من هنا أول حاجة هاتأكد إن دي sum علشان خاطر لو في منتج في نفس الشهر يتم جمعهم مع بعض، وهاجي من هنا كده أول reference معايا هاختار الجدول الأولاني كده، واقوم جاي عامل add هاعملهم كلهم بنفس الشكل، هاتأكد إن الtop row متعلم عليها عشان يبقى الheaders واحدة، والleft column عشان أسماء المنتجات. دلوقتي هادوس OK done. خلصنا كل حاجة، رصينا الأرقام، ضبطت كل منتجاتي بشكل احترافي جدا. أداة قوية جدا واحترافية جدا، وأنت مهم إنك تكون شاطر في برنامج الإكسل، لأن اللي لسه دلوقتي ما بيعرفش إكسل أو ما بيتعلموش صح بيبقى عنده مشكلة كبيرة في شغله أو في الترقية أو إن يلاقوا فرصة أحسن. عشان كده اكسل ماسترز كلاب فاتحه لك دراعاتها وبتقول لك في اشتراك سنوي بيشمل كل كورسات المنصه لمده سنه، تقدر تشوف كل الكورسات من فروم سكراتش من اول الصفر ولحد مستوى الاي اي. كورسات كتيره جدا، اكتب لي بس انت تفاصيل وانا هبعت لك كل التفاصيل وتشوف كل الكورسات. اهم حاجه ان احنا نشوفك معانا جوه على المنصه.